انتوا تعرفوا بقى ان الواحد لو ما حسش انه بيتحب مشاكله هتكون كتيره بقى مع نفسه ومع الناس اللي حواليه. سبحان الله، هي غريزه فينا. الحب بقى بيخلي الناس مختلفه او بيخليك مختلف، طبعا للافضل. والهدف من الحب ان اللي بيحب ده ما يدورش على ايه المكاسب اللي ياخدها من الشخص اللي بيحبه، والهدف بقى هو ان الشخص اللي بيحب بجد يعمل كل شيء كويس للشخص اللي بيحبه. حاجات من غيرهم مش هيكون في حب اساسا. عشان كده بقى سماها لغات الحب الخمس. وبكده اقدر اقول ان الحب ده هيدوم وعلاقة الحب دي هتكون قوية جدا. ده بقى السر اللي ما يعرفوش كتير مننا. الحب بيختلف من لسان للسان، يعني طريقتي انا في التعبير عن الحب بتختلف عنك انت وانت بتحب. اقصد الطريقة والكلام، وانت كمان طريقة الحب بالنسبة لك بتختلف عن واحدة غيرك. يعني ندي مثال بسيط كده، يعني لو اتنين بيحبوا بعض في دولة اوروبية بيختلفوا طبعا عن اتنين بيحبوا بعض في دولة عربية. فبيكون في حاجات مثلا اللي يعملها في اوروبا ما ينفعش احنا هنا نعملها، لان العرف المجتمع بيمنعها او الدين بيمنعها. ده غير طبعا كمان ان احنا المفروض نكون مجتمعات محافظه، فمش كل حاجه بقى بيعملها الغرب مفترض احنا ننفذها بالحرف، بدون ما نعقل بقى او نفكر الشيء ده هل يناسبنا او ما يناسبناش. بلاش فكره كوبي وبيست، يعني انقل ونفذ الشيء ده وهكذا، يعني تمام. عملوا ابحاث كتيره بقى عن السر الحب اللي بيدوم، واكتشفوا بقى ان الحب بيأثر على الحاله الصحيه للشخص وبيقلل الاجهاد وبيخلينا دايما نحس بالراحه. انتوا متخيلين بقى الحب فعلا هو ممكن يكون وقايه من حاجات كتير مش كويسه لصحتنا. انتوا تعرفوا بقى ان الواحد لو ما حسش انه بيتحب مشاكله بقى هتكون كتيره جدا مع الناس اللي حواليه. الحب بيخلي الناس مختلفه او بيخليك انت مختلف، اكيد طبعا للافضل. في كتاب صدر بقى عن الحب للكاتب اسمه غاري شابمان، وسماه بقى لغات الحب الخمس. الكاتب ده بقى هو مذيع ومؤلف امريكي، وقال 5 حاجات بقى مهمين جدا في الحب اللي لو مش موجودين مش هيكون في حب اساسا. عشان كده بقى هو سماهم لغات الحب الخمس. اول حاجة هنا بقى الوقت. مهم جدا ان الاتنين يخصصوا وقت لبعض عشان يتكلموا مع بعض ويفهموا بعض اكتر. ده غير كمان انهم يخصصوا لنفسهم وقت علشان يخرجوا ويتفسحوا ويتكلموا مع بعض ويشوفوا طباع بعض والكلام ده. والنقطة دي بقى تخص الناس اللي اتجوزوا بالفعل، اما لو كنا مخطوبين ده شيء اخر. الحاجة التانية بقى الكلمات. مهم جدا بقى ان احنا نعبر عن الحب بالكلام، وان الاتنين يفتكروا مع بعض كل لحظة سعيدة مرت عليهم في العلاقة ويتكلموا بقى مع بعض فيها، مش يستعيدوا مع بعض بقى ويتكلموا في الحاجات اللي زعلوا من بعض منها او اختلفوا مع بعض عليها والكلام ده. والمجاملة اللطيفة ما بينهم مهم جدا، وبلاش بقى ننتقد بعض. الهدف هنا من الحب ان اللي بيحب ده ما يدورش على المكاسب اللي هياخدها من الشخص اللي بيحبه. الهدف بقى هنا من الحب ان الشخص اللي بيحب ده يعمل كل شيء كويس للانسان ده. الحاجة الثالثة بقى الهدايا. الهدايا بقى حتى لو كانت بسيطة مهمة جدا، لانها بتعبر بقى عن التقدير والحب. الحاجة الرابعة بقى هنا لغة الجسد، ان احنا نستخدم لغة الجسد للشخص اللي بنحبه. يعني نظرتنا للشخص اللي بيحبه بتكون مختلفة عن نظرتنا للناس العادية، فبتكون بطريقة معينة. على سبيل المثال ابتسامتنا للشخص اللي بنحبه، فدايما نكون مبتسمين للشخص اللي بنحبه. حركات او ملامح وشنا كمان تعبر على اننا بنحب الشخص ده، ولازم كمان هو يحس بالنقطة دي. الحاجة الخامسة بقى نقدم خدماتي للشخص اللي بحبه. ده مهم جدا جدا. ده غير كمان ان انا ممكن اساعده بالنصيحة، ده كمان مهم. دول بقى ال5 لغات اللي من غيرهم مش هيكون في حب اساسا، ولا هيكون الحب قوي. دول بقى اللي ركز عليهم الكتاب. يبقى عرفنا بقى مهم ان احنا نعبر عن حبنا بالكلام وبطريقتنا احنا، مش بطريقة ناس تانية. ومهم جدا بقى بالطريقة اللي يقبلها الشخص اللي بنحبه. نفرغ نفسنا بقى بعض الوقت علشان نقعد مع بعض ونتكلم ونفهم بعض. اقدم بقى المساعدة للشخص اللي بحبه لو احتاج المساعدة. اركز كمان على الحاجات الايجابية في الشخص اللي بحبه، وابعد بقى عن الحاجات السلبية اللي هي مش هتضر اساسا في العلاقة، لان لو ركزنا في الحاجات السلبية البسيطة ممكن تبوظ علاقتنا. مهم كمان ان احنا نحافظ على العلاقة الرومانسية اللطيفة ما بيننا، لان الحب ما يخلاش من الكلام الحلو من وقت للتاني حتى لو كان في جزء من المجاملة. وبكده بقى اقدر اقول لكم ان الحب ده هيدوم ويبقى قوي جدا. ده بقى السر اللي ما يعرفوش كتير مننا. في النهايه بقى يا رب تكونوا استفدتم. اشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد مختلف. بشكركم.